طلع لي الدم. كرا لي الدم. فهمتي شنو كتعني؟ غاضب. ها واحد، السلام عليكم. الفيديو ديال اليوم غيكون مختلف على الفيديوهات اللي كنت درت لكم قبل. علاش؟ لحقاش اليوم عندي واحد الضيفه ولا واحد الكاس اللي تكون معايا في الفيديو، سميتها اليس. هي شينيه كتهضر باللغه الفصحى، اللي ربما كتهضر باللغه الفصحى احسن مني. واحد جوج ثلاثه. اهلا بكم. كيف حالك؟ بخير؟ بخير ان شاء الله. بخير ان شاء الله. اليس، عندي سؤال. تتكلمين بالدارجه ام لا؟ باللغه المغربيه او بلغه فصحى. باللغه الفصحى فقط؟ اوكي، لماذا درست اللغه الفصحى؟ لأنه في جامعة غوندونغ في الصين المدرس يعلمون اللغة الفصحى ليس اللغة العامية. وعلاش؟ لأنه فصحى. علاش؟ فهمتي علاش؟ لماذا؟ تفهمين اللغه المغربيه؟ علاش؟ لماذا اخترتي اللغه العربيه؟ لأنه أظن اللغة العربية أجمل لغة وأفضل لغة في الدنيا. هل سبق لك وان ذهبت الى دول عربيه؟ عمرك مشيتي سبق لي أن أسافر إلى الأردن ومصر والإمارات وأيضا تركيا. مشيتي للمغرب؟ لا. لا، انت دابا غتطلعي لي الدم. علاش مشيتيش للمغرب؟ ليس عندي نقود. ينقصني نقود. مشي عندك باش تمشي لتركيا، عندك باش تمشي لمصر، وعندك باش تمشي لدبي ولا ما عرفت شنو، ما عندكش باش تمشي للمغرب. المغرب ولي جاك غالي. انت تكذبين عليا. نعم. اوكي، ماشي مشكل، غنسمح لك هذه المره، ساسامحك هذه المره بشرط ان تتعلمي معي اللغه الدارجه. هل انت مستعده؟ انا ساقول لك بعض الكلمات وانت تحاولين ان تخمني معنى الكلمات. لا 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 لا، أنا أخاف. تخافي؟ لا 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 تخافي، أنت عربيتك جيدة، لا تخافي. الجملة الأولى هي في جوع. What؟ في الجوع. في الجوع. في جوع. أنا أشعر بالجوع. أشعر بجوعان. أنا جوعان. هاي فايف. أنت دزتي في الامتحان الأول. في الجملة الأولى مازال جملة أخرى. سد الباب. سد الباب. يعني تفتح. سد الباب. لا ما عرفتيش؟ نعم. أغلق الباب. أغلق الباب. افتح. لا 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 لا، أنت لست مجتهدة. عندما كنت تدرسين اللغة العربية في المدرسة، كنت مع الأوائل أو مع الكسولين؟ كنت تجلسين بالطاولة الأخيرة أم بالطاولة الأولى؟ الطاولة الأولى. طاولة طاولة. مثلا نحن في المغرب عندما كنا في الفصل ندرس في الفصل، إذا كنت مجتهد سأجلس في الطاولة الأولى، إذا كنت كسول ربما أنت أيضا كنت كسولة تجلس في الطاولة الأخيرة. فهمتي؟ أنت كنت مجتهدة أم كسولة؟ في الوسط. كنتي تجلسي في الوسط. بالي كنتي كتجلسي اللور في الطاولة الأخيرة. اوكي، الان ساعلمك اللغه الدارجه. اوكي، المصطلح الاول هو طلع لي الدم. طلع لي الدم. عيدي. لكن عندما تقولين هذه الجمله لازم طلع لي الدم. طلع لي الدم. كرا لي الدم. فهمتي شنو كتعني؟ غاضب. كيف عرفتي؟ أخمن. أنت كان لديك حبيب مغربي، لا؟ لا لا لا. وكيف عرفتي؟ المصطلح الثاني سيكون، هو ليس مصطلح، هو فقط فو. فو. كلمة.
هي لا أعرف هل تفو كلمة أم فقط ردة فعل. تفو يعني مثلا في المغرب نحن لا نقول لا أحب مثلا شخصا ما أو شخصا ما أو شيئا ما، سأقول تفو شيئا أقول أتفو عليك. هذه كلمة يعني نقط أيضا في اللغة الصينية. لا أحب شيئا أو لا أحب بعض الإنسان أو نتكلم لا لدينا نفس الشيء. نفس الشيء. نفس الشيء. أوكي، العبارة الأخرى ستكون جيدة. مثلا في المغرب عندما تريدين أن تعبري على حبك، عن الحب ديالك، ملي كتبغي تقولي الحب ديالك ترمزين لذلك الشخص بالفاد ديالك. تعرفين الفاد يعني القلب، المعدة، تعرفين الكبدة. تعرفين الكبدة؟ نعم. كبدة. ماذا الكبدة؟ الكبد. عندما تريدين أن تعبري لحبك لشخص ما تقولي له أنت قلبي، أنت كبدتي، أنت قلبي، كبدة ديالي. انت يعني انظري إلى الكاميرا وقولي أنت الكبدة ديالي، أنت القليب ديالي. الاخر ديال الفيديو ديالنا. شكرا اليس عليك على الحضور ديالك معنا في هذا الفيديو، وقول لهم ما تنساوش سبسكرايب، لايك وكومونتير. سي يو، باي باي.